السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكي سهير ممودي. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة الروان. كيكة الرواني دي جميلة جميلة وهشة، وان شاء الله هتعجبكم. هي طعمها زي البسبوسة بالظبط، يعني تشبه لها. فمكوناتها يعني مش كتير وحلوة، هتعجبكم ان شاء الله. عندنا هنا كوباية سميد ناعم، وعندنا كوباية دقيق، وعندنا بيكنج باودر، وعندنا 3/4 كوباية زيت، وعندنا نص كوباية من السكر، وعندنا كوباية زبادي، وعندنا نص كوباية جوز الهند ناعم، وعندنا 4 بيضات. ما نكونش نجيب البيض من التلاجة ولا الزبادي من التلاجة، ما ينفعش، لازم يكون تبع في المطبخ يعني. وعندنا كوباية معلقة خل، وعندنا فانيليا. طبعا المكونات دي كلها هنعمل بيها الكيكة. اول حاجة هنعمل هنحط كوباية الدقيق، المواد الجافة كلها على بعض، والسميد الاتنين مع بعض، وهنحط جوز الهند نص كوباية هنحطها مع رشة الملح. حطينا رشة ملح يا جماعة، رشة ملح صغيرة على الدقيق كده. هنقلب المكونات كلها مع بعضها، وهنحط البيكنج باودر معاها. هي معلقة، فالمعلقة معلقة كبيرة، فالمعلقة هي البيكنج باودر كلها اهي. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها كده اهوت، عشان كل البيكنج باودر يدخل في بعضه كده، ودي السميد والدقيق والبتاع دوت وجوز الهند. 4 مكونات مع بعض هنركنهم كده شوية اهي. هنيجي بقى هنا هنجيب اللي عنده مضرب بيض بيشتغل بيه. انا المضرب بتاعي اتحرق، فهعمل في الكبة الصغيرة دي. اول حاجة هنحط البيض، 4 بيضات شايفين يا جماعة، 4 بيضات. هنحط عليهم المعلقة الخل وهنضربهم طبعا. انتوا بمضرب البيض الكهرباء هتضربوا فيه كتير. هنا هنحط الفانيليا، وهنحط السكر، نص كوباية سكر. طبعا هتقولوا نص كوباية سكر على الكيكة، فهي هتبقى قليلة. هي احنا هنعمل لها شربات، كوبايتين سكر على كوباية ونص مية. طبعا تكوني عاملاه من الاول، تجهزيه عشان مجرد ما تخرج الكيكة هي سخنة والشربات بارد نحطها على طول. فانا مجهزة الشربات، كوبايتين سكر على كوباية ونص مية، وتغلي يبقى خفيف، ونحط عصرة ليمونة، وبعد كده 5 دقايق ونروح طافيين عليه ونسيبه يبرد. بس كده يبقى احنا عملنا هنا حطينا هنا 4 بيض، 4 بيض ومعلقة خل كبيرة
وفانيليا ونص كوبايه ايه سكر. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الزبادي، لا نحط الزيت شويه بشويه. الزيت اهو، نمشي بالترتيب كده. نحط الزيت نحط بقية الزيت كمان. اهو هنحط بعد كده اخر حاجة الزبادي، كوباية زبادي. وقبل ما نشتغل يا جماعة كنا شغالين الفرن ومجهزين الصينية اهي، بطنينها بالدقيق وكله. ثواني اجيب حاجة واسعة كبيرة كده نشغل فيها. دلوقتي يا جماعة خلاص احنا كده خلصنا الكيكة اهي، هنضربها كمان اخر ضربة اهي. خلاص خلصت اهي، ولا خدت مننا مجهود ولا خدت مننا تعب ولا اي حاجة اهي، خلصت. نشيل بس دي نحط الخليط هنا اهو، شايفين يا جماعة كريمي خالص وناعم اهو. هنقلب بقى كده حطيناها على المواد الجافة اللي احنا حطيناها دي، كوباية سميد وكوباية دقيق ونص ايه جوزة الهند مع رشة الملح مع الايه البيكنج باودر اهو، شايفين اهي. وخلصت الكيكة وهندخلها بقى الفرن مدة تلت ساعة كده ونختبرها نشوفها بقى ايه. بس شايفين القوام بتاعها اهو، نقلبها كويس ادي كده. خلصت من الكيكة كده، نوسع لنفسنا كده اهي، خدتش وقت اهي، انا موريها لكم كده. شايفين كده؟ ثانية واحدة ننزل كل اللي فيها كده اهي. والله يا جماعة تعجبكم قوي من الطعم، طعمها جميل وهتعجبكم قوي قوي قوي. يا ريت تجربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم فيها ايه. نوزع كده نشوف الحتت اللي هي ما خدتش كده يبقى كلها متساوية اهي بس. شايفين الجمال والحلاوة اهي من قبل ما تدخل الفرن اهي، شايفين شكلها
واضحة قدامكم. هندخلها الفرن وبعد تلت ساعة هوريها لكم. نحط الشربات اول ما تخرج، شربات خفيف. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خرجت من الفرن اهي، واحنا شفناها بالخلة اهي، شايفين نضيفة اهي، ما فيهاش اي حاجة اهي، شايفين اهي، شايفين يا حبايبي. بعد ما احنا اختبرناها هنحط الشربات خفيف، شربات خفيف اهو، زي شربات البسبوسة. هتشربها دلوقتي اهي. شايفين واضحة قدامكم كده اهي. هنحط الكمية كلها، ما تخافوش وما تقلقوش يعني. شربوا كله بقى كده، كله يشرب. اهي شايفين بدأت تشرب اهي، مفيش اهو شربات اهو، شايفين اهي بدأت تشرب اهي. هنبتدي بقى نقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. شايفين، شايفين الحلاوة، شايفين طعمها. ونروح مزوقينها كده زي ما انت تحبي يعني. عايزه تزوقيها، عايزين تاكلوها كده، ده ذوق ليك انت يعني، ده اختياري يعني. شايفين، شايفين العلو بتاعها قد ايه اهو. نحط لها برضو شوكولاته. واضحه قدامكم كده. نحط واحده كريس كده، واحده هنا وواحده هنا. ده اختياري يا جماعه، اللي عايز يحط يحط، مش شرط يعني. ايه رأيكم؟ وانا هقطع لكم برضو حتة عشان تشوفوها برضو على الطبيعة. والله يا جماعة، والله يا حبايبي مش مكلفة، كل حاجة عندنا موجودة في البيت وسهلة، ولا خدنا وقت ولا خدنا مجهود ولا اي حاجة خالص، ما خدتش مننا وقت. ثانية واحدة، اقطع لك، نقطع حته بس هي لسه سخنه، بس برضو هوريها لكم يعني. لسه طالعه من الفرن اهي قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين، شايفين الحلاوه. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ تحفه، تحفه بصراحه والله، جميله. واعملوها لعيالكم ويا ريت تجربوها وتقولوا له رايكم ايه فيها. وشايفين الشكل والمنظر، ايه رايكم؟ اهي مفيهاش اي مشكله ولا تكلفه ولا اي حاجه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سهير ومودي تفعلوا الجرس ولايك، واشكركم وشير. اشكركم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.